يا جماعه والله العظيم لازم تجربوه، جامد قوي قوي. ايه ده، احنا قربنا نخلص الصينيه واحنا بندوق. المدارس قربت، هش ولذيذ وخفيف وطعمه جامد وينفع نعمله بكذا حشوه، حلو وحادق، بسطرمه، جبنه، اللي انتوا عايزينه. اي حاجه هتمشي فيه وهيبقى جامد. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. وحشتونا. خفت. اتعلمت من الفيديو اللي فات ايوه، اللي احنا لسه بنصوره دلوقتي. معانا نص كوبايه لبن. هننزل عليها بمعلقه سكر، وهننزل بمعلقه خميره فوريه اي نوع. بعد ما قلبناه هنركنه على جنب. معانا بوله بتاعتنا هننزل فيها بنص كيلو دقيق على طول، ونبدا ننزل باللبن والخميره بتاعتنا بعد ما اتاكدنا ان الخميره شغاله. هننزل برشه ملح ونبدا بسم الله فقره ايه؟ اعجب. فقره العجان. هننزل شويه ميه سخنين سنه سنه، مش سخنه قوي ها، عشان الخميره ما تموتش. خلي عندكم رحمه. على اساس ان احنا مش هنحرقها في الفرن بعد كده. بس هتكون خلاص يعني خمرت بقى وعاشت دورة حياتها، انما لسه صغيره. يا ستي ما تحطي ميه بقى اهو. واحنا لحد دلوقتي نزلنا بحوالي كوبايه ميه. بسم الله. شويه صغيرين قوي. ايه ده؟ ايه كل ده؟ انت عاوزه ايه مني؟ اديها اهو بتجري. افضلوا دعاكوا لحد ما تتخنقوا. اول ما تتخنقوا تبقى خلصت. طب افرض في ناس خلقها ضيق. صح، وجهه نظر. اعجنوا كتير. انا تعبت. تعبت ايه؟ نص كيلو دقيق. كانوا زمان بيعجنوا 50 كيلو ازاي؟ ستات كانت صادغه. يا اصلك ستات صادقة. ما اقصدش يعني، هم اتعودوا على كده. ماشي. طب ماما تقدم عشان انت بقالك كتير مش عجباني. ماشي. عشان انت ماما ست الحبايب عيب. مش عيب تقول لي ست الحبايب عيب. هو عموما لو هي خانقاكوا قوي وعاوزين تنجزوا اعتبروها وش حد مضايقكم. انا عارفه ان اعتبروها وش مين. مين بقى؟ لازم نعرف. مين؟ واول ما لمت معانا كده وبقت بالطريان الحلو ده كده، هننزل بمعلقه سمنه. وبعد مهمه كبيره، بعد تعب كتير، العجينه بقت نص كيلو. تعب كتير. ايوه ماما بعجن بايدي. ولمت وبقت حلوه حلوه كده. ناخد بقى ايه؟ رشه دقيق. فين؟ رشه حلوه كده. العجينه الحلوه بتاعتنا نبدا نبرمها، نلفها، نعملها سندويشه. ايوه كده. بعد كده هنقسمها ل6 كور. يعني نقسمها 2 كده الاول، والاتنين دول كل واحده فيهم نقسمها على 3. طبعا حاولوا ان ال3 يبقوا قد بعض بالظبط. هنجيب الصينيه بتاعتنا وتكون مدهونه سمنه، وسمنه مش زيت. كورهم ونغطيهم بالسمنه من كل ناحيه. ندهنهم سمنه، نغطيهم بحته قماشه نظيفه كده ونسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. بعد ما يرتاحوا 10 دقايق كده نبدا ناخد كوره نبدا نفردها كده ايه، ونبدا ناخد سمنه كتير كده، كتير 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 كتير، ونبدا نديها ايه، دهنه كتيره كده، ونركنها، وناخدها نركنها على جنب كده شويه. ناخد واحده كمان نفس الطريقه. طبعا استخدموا ايديكم بقى، شغل الفرشه وبتاع ده مش بتاعنا احنا. كده كده لا ناكلها، لما نبقى نعمل مطعم نبقى نعمل بفرشه. وناخد دي فوقيها كده على طول. الاخيره الثالثه، الاخيره دي افردوها اكبر من الاثنين التانيين، وبرده نفس السمنه. وناخد الاثنين اللي حطيناهم فوق دول، نبدا ايه، نلفها نقفلها كانها كوره، وناخدها زي ما هي كده حلوه حلوه كده عليك مصطلحات. في الصينيه كده بقى ال3 التانيين هنعملهم بنفس الطريقه. عملنا تاني كوره بالشكل التحفه ده. نحطهم في الصينيه. احنا هنغطيهم ونحطهم على التلاجة، او ما تغطيهمش عادي، من نص ساعه لساعه لغايه ما السمنه تجمد. وده هيساعدنا ان احنا نفردهم بسهوله اكتر. وبعد ما خرجناها من التلاجة بقت بالشكل التحفه ده، متماسكه ومية. نبدا نطلع واحده، هندهن شويه صغيرين ماده دهنيه، ونبدا ننزل بيها عشان ما تلزقش، عشان هنفردها. احنا عايزينها بالسمك كده، وبقت مدوره شبه الفطيره المشلتته كده. باي حاجه انتوا عاوزين تعملوها بسكينه تمام، عاوزين تعملوها بتاع البيتزا ده لو عندكم تمام. نقطعها 2 كده، بس 2 يعني ايه، نص بالظبط. ونبدا نقطع النص ده 2 كده، وكل بقى واحده من دول هنقطعها 2. ناخد واحده بقى نسمي الله، نحط شويه جبنه. طبعا حطوا اي نوع جبن انتوا عاوزينها، جبنه رومي، جبنه اللي عايز بيضه، يحط بقى جبنة كمان، واللي عايز يحط حاجات حلوه، شوكولاته، مربى، صينيه مدهونه بقى. وطبعا احنا هنرصه بعيد عن بعضه في الصينيه عشان بيخمر وحجمه بيكبر جدا. كده خلصنا اول كوره. الكوره الثانيه نفس الطريقه. وبعد ما خلصناهم ورصيناهم في الصاج بتاعنا بالشكل التحفه ده، هتدخله الفرن، مش هنشغل عليه الفرن لغايه ما يخمر، وبعد كده هنقول لكم هنعمل. وبعد ما سيبناه في الفرن وخمر شويه وحجمه كبر زي كده، هنسمي الله وهندهنه بشويه لبن. وليه لبن؟ عشان احنا ما بنحبش زفاره البيض، ودي اختياري بس صدقونا بتخلي الطعم تحفه. شويه حبه البركه كده صغننين، خصوصا طبعا لو هو حادق. وعلى فكره انتوا ممكن برضو تعملوه ساده. دلوقتي هندخله في فرن على اعلى حراره عندنا، ويكون الفرن ساخن مسبقا لحد لما يتحمر ويستوي كده ويبقى. اول ما يستوي من تحت نفتح له الشوايه 5 دقايق كده، تديله لون. يلا ندوقه عشان انا مش قادر. ايه رايك؟ لسه هفتح اهو. اوعى بصي،
شايفين الديتيلز؟ لا دوقوا اكتر. بسم الله، انا لسه ما دقتش. بسم الله. مخبز الحريه. احنا احسن. بصي يا لهوي، هو بيعمل لكم كده. حلو وحادق، بسطرمه بقى، جبنه، نوتيلا، اللي انتوا عايزينه. واحنا هنعمله اجين لحمه مفرومه ببسطرمه. اهو، ببسطرمه وجبنه وهوت رومي. دوج وهوت دوج. اوه يا جماعه والله العظيم لازم تجربوه، جامد قوي قوي. ايه ده، احنا قربنا نخلص الصينيه واحنا بندوق يا مؤمن. وعلى الاقل على الاقل انا ادي ولادي 2 من دول، اضمن مليون مره من نشتريه من حد. ده اكيد انتوا طبعا. ما تشوفوش قرف الفران عامله ازاي. فبجد صراحه لازم تعملوه، هو فظيع على فكره مش مكلف، التكنيك بسيط جدا وسريع خالص. جدا. واي حاجه هتحطوها في حشوه مش هيقول لا. بس المهم العجينه تتحط في الثلاجه فتره كويسه لغايه ما تمسك الماده الدهنيه كويس عشان تقدروا تفردوها صح. وحاجه كمان ان ممكن تعملوه ساده وتحشوه بعد. أيوة. كانه فينو او ساندوتش. ايوه طعمه عظيم. بس هو جميل جميل. ولو هتعمل نوتيلا، جبنه رومي، بسطرمه، تعملوا حشوات لحمه مفرومه وجبنه موتزاريلا، تحفه. انا قاعد بتخيله بحاجه واحده، بسطرمه وجبنه رومي. ايوه. والناس بتستغرب من ميكس البسطرمه والجبنه رومي عشان حادق وحادق، بيحطوا دايما كيري مع البسطرمه عشان تخف الحدوقيه. انا بحبه حادق. هو تحفه حادق. ايه، اوعوا تنسوا شويه حبه البركه، اهم حاجه. والله بيدي طعم. ده اهم حاجه. اللي عايز طبعا يدهنه بيض هو براحته، هي بس احنا هو بصراحه خلينا واقعيين، البيض بيدي لون جميل جدا. البيض بيدي لون حلو. ده بصوا تحسوا ان هو مش متحمر، يعني مش متحمص بالظبط. بس الناس اللي بتستطعم طعم زفاره البيض ده هيشيلها نهائي. جربوها هتدمنوها. انت كله دايسه هتقولي كل حاجه لوحدك المره دي. ما انا اللي بقول جربوها. لا انت بتقولي جربوها، انا بقول هتدمنوها. طيب ماشي. وجربوها هتدمنوها. ودمتم سالمين. والى اللقاء.